السلام عليكم، ازيك يا حب؟ عامل ايه؟ رمضان كريم عليك. موضوع النهارده بيتكلم عن ساعات الواحد بيكون تايه، مخنوق، حاسس بضيقه، مش طايق نفسه، مش طايق اللي حواليه. موضوع النهارده بيتكلم على الحته دي بالذات. ساعات الواحد فينا بيبقى تايه، بيبقى مخنوق في ضيقه، مش طايق اي حد حواليه، مستحمل نفسه بالعافيه. الوقت ده بيعدي عليك وبيعدي عليا وبيعدي على كل الناس. احنا حياتنا مش دايما ان احنا نعيش حياتنا ان احنا نبقى مبسوطين وفرحانين والكلام ده، لازم الوقت ده يعدي علينا. بس اللي انا جاي اقوله لك النهارده اللي هو انك انت لو الوقت ده عدى عليك تعرف تتجاوز الوقت ده في اسرع وقت. يعني ايه تعرف تعدي المرحله دي بلمح البصر على طول؟ فاهمني؟ لما انت تحس بضيقه او خنقه ولا الكلام ده، مفيش غير حل واحد، هو حل واحد وسبحان الله، بانك انت تدعي. انا مش شيخ، ده انا بالعكس قليل الادب وما تربيتش، بس انا بنصحك النصيحه دي يعني ايه لوجه الله بمعنى الصح. والنصيحه دي يعني ايه النصيحه فعلا، هي دي الحل الوحيد لكل اي حاجه في حياتنا، بانك انت تدعي. يعني ربنا قال لك في كتابه العزيز: واتاكم من كل ما سالتموه. يعني انت روح واشكي لربنا. يعني جرب في مره كده تبقى مهموم، حزين، ما معكش فلوس، محتاج رزق، محتاج حاجه معينه، وروح اشكي لربنا وشوف ايه اللي هيحصل لك. زمان ايام الانبياء كانوا بيطلبوا من ربنا معجزات وربنا كان بيحققها. يعني ربنا قادر يحقق لك اللي انت بتتمناه، يعني ربنا قادر يرزقك من حيث لا تحتسب ولا تعلم. ربنا قادر يعمل ليك حاجات انت عمرك ما هتتخيلها. فاهمني؟ بس انت مشكلتك ان انت ما زرعش في قلبك اليقين. ما بتدعيش اصلا، ما بتتقربش لربنا، علاقتك مع ربنا ضعيفة، علاقتك بالإيمان ضعيف. أنا مش شيخ زي ما قلت لك، بس دي نصيحة ليك. يعني زمان أيام سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت دعا ربه وطلع من بطن الحوت، يعني في سواد أكتر من كده؟ بالله عليك أنت لو نزلت في بطن الحوت هتعمل إيه؟ أنت خلاص لو نزلت في بطن الحوت خلاص مفيش حياة، مفيش، مش هتعيش تاني، مفيش مسقعة ولا كشري تاني، خلاص أنت مت يا اسطى، أنت مفيش حياة تاني ليك. بس شوف سيدنا يونس نزل في بطن الحوت، دعا ربه: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طلع من بطن الحوت، كمل مسيرته، كمل الرساله اللي كان جاي علشانها، وعلى طول. يعني ايه؟ يعني دي معجزه. يعني سيدنا يونس طلب معجزه من ربنا، ربنا حققها له. يعني انت اللي مثلا بتحلم بحاجه بتحلم بيها ربنا مش قادر يحققها لك. يعني اللي انت مثلا بتحلم بالشغلانه كذا وتقول يا رب انا نفسي اشتغل في الشغلانه دي، يا رب ويا رب اشتغل في الشغلانه دي، يا رب ده انا من غيرها مش هعرف اعيش، مش هعرف اكل، ابقى شحات اقعد على الجوامع، الكلام ده. وفجاه تلاقي الشغلانه ما جاتش. طب ليه يا رب؟ يا ابني اللي عايز اقوله لك، يا ابني يا صاحبي اللي عايز اقوله لك، بان ايه، يعني ايه، ربنا بيحبك، فربنا بيحبك فبيكرمك من احسن الكرم. يعني انا دلوقتي بحب صاحبي، ينفع اجي مثلا في عيد ميلاده واجيب له مثلا محفظه الجلد بتاعها معفن وجابها له من تحت الكوبري ب 50 جنيه؟ لا طبعا. انا بحب صاحبي فاعز، يعني صاحبي ده اعز واحد عندي، فلازم لما اجيب له هديه في عيد ميلاده تكون هديه تليق بمقامه وتليق بمحبتي ليه. فانا هجيب له مثلا محفظه تكون من براند واحطها في بوكس وارش برفيون، بحيث ان هو لما يفتحها يشم ريحه حلوه، ولو معايا فلوس احط له في قلب المحفظه فلوس، والدنيا تمشي. واجيب له حاجه، يعني اجيب له حاجه بمعنى صح تليق بمقامه وتليق بالمحبه اللي تعبر عن حب ليه. فاهمني؟ فربنا علشان بيحبك هيكرمك من احسن الكرم. فانت مثلا الشغلانه اللي ضاعت من ايدك دي ما تزعلش عليها، ربنا يكرمك بشغلانه احسن. البت اللي انت كان نفسك تتجوزها وفي الاخر كانت لحد غيرك ما تزعلش عليها، ربنا يكرمك بست ستها اسمع مني. اي حاجه ربنا يكرمك باللي احسن منها، بس انك انت تقرب من ربنا، تدعي. واقول لك كمان على نصيحه، يعني هي دي الاهم حاجه في الفيديو ده: الدعوة المستجابة 100% بإذن الله. هي إن شاء الله دعوتنا دايما مستجابة، بس علشان أنت تضمن اللي هو إنك أنت تدعي في التلت الأخير من الليل، يعني من بعد الساعة واحدة كده لحد الفجر. يعني بص، ادعي في الوقت ده 100% مستجابة. وربنا يوفق الجميع، وربنا يخلي حياتنا يا رب، خلي حياتنا دايما تكون عبارة عن سعادة في سعادة، وابعد عننا الضيق والحزن. وسلام. الفيديو ده بصراحة عجبني وانا مبسوط من نفسي. تناكة دي